عارف الاحساس اللي بيخليك لما تمشي في مكان فاضي وتحس ان في حد ماشي وراك، او تبص في ضلمه فتتهيالك ان في عينين بتبص عليك؟ الاحساس ده هو بالظبط اللي عاشه حسن واصحابه لما دخلوا بيت مهجور في عزبه صغيره اسمها عزبه الجبل. البيت ده ليه سمعه وحكايات بتتقال من سنين، بس السؤال هنا هو فعلا مسكون ولا مجرد اوهام؟ وانا النهارده هاخدكم بقى في قصه جديده ومغامره جديده. بس قبل اي كلام ما تنسوش اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا قصتنا. حسن كان شاب في اول العشرينات، معروف وسط اصحابه انه جريء ومش بيخاف. في يوم كانوا قاعدين على القهوه وابتدى الحوار عن البيت اللي فوق الجبل، بيت مهجور من ايام الاقطاع، وكل الناس بتقول ان اللي بيدخل البيت ده يا بيرجع مرعوب يا اما مش بيرجع خالص. احمد صاحبه قال له: يا حسن انت مش بتقول ان قلبك جامد؟ ورينا شجاعتك وادخل البيت ده. ضحك حسن وقال: طب ما تيجوا كلكم معايا ونكشف الحقيقه بنفسنا. وفعلا اتفقوا يطلعوا بالليل علشان التجربه تبقى اجدع. نروح بعد كده للطريق البيت كان هادي، والليل كان هادي بشكل يخوف، والجو برد وريحه تراب ناشف بتلف في الهواء، والطريق للبيت مليان اشجار، وكنت تحس ان الاغصان عامله زي ايدين عاوزه تمسكك. لما قربوا من البيت لقوا الباب الخشب الكبير مفتوح نص فتحه وكانه مستنيهم. سامح اجمل واحد فيهم قال: انا مش داخل، المنظر مش مريح. لكن حسن مسكه من دراعه وقال له: مفيش رجوع وكله هيخش. نروح بعد كده للبيت، والبيت من جوه ريحته عفن وجدرانه مليانه شخابيط بالوان سودا وكمان حمرا وكانها دم متجلط. سمعوا صوت خطوات في الدور اللي فوق، واحمد قال: يمكن قطه ولا حاجه، لكن الصوت كان تقيل ومنتظم كأن حد بيمشي برجله. المهم بعد كده صديق انهم طلعوا السلم الخشبي، وكل ما يطلعوا درجه السلم بيصرخ تحت رجليهم، وفجاه سمعوا باب بيتقفل بقوه وراهم وصوت صراخ واحده ست. بعدها بقى وصلوا للاوضه في اخر الطرقه ولقوا بابها متقفل بس بيتحرك لوحده. حسن دفع الباب، والاوضه من جوه كانت مليانه صور قديمه متعلقه، صورة عيلة ملامحها مش واضحة، لكن في نص الحيطة صورة لست عينيها سودة غامقة وبتبص عليهم بشكل يخوف. وفجأة الصورة وقعت لوحدها والنور انطفى والبيت كله غرق في ضلمة، وسمعوا صوت الصراخ من تاني، لكن المرة دي كانت أقرب. سامح وقع على الأرض وقال: أنا سامع نفس حد بيتنفس جنبي. المهم بقى يا صديقي إنهم في الوقت ده قرروا يجروا بسرعة على الباب الرئيسي، بس كل ما يقربوا من المخرج يحسوا إن البيت عمال بيطول والممر كمان بيطول وكأنهم مش عارفين يوصلوا. وفجأة بقى لقوا الست اللي في الصورة واقفة قدامهم بنفس الفستان الاسود وعينيها سودة بتلمع في الضلمة. صرخوا كلهم، وحسن حاول يقرب منها لكن لقاها اختفت فجأة. ووصلوا اخيرا للباب وخرجوا بره يجروا على الاخر، ولما بصوا وراهم لقوا البيت من بره مقفول وكأنه عمره ما اتفتح. والليلة دي حرفيا يا صديقي ما حدش فيهم قدر ينام. بس الغريب ان تاني يوم حسن اختفى، واصحابه قالوا انه رجع البيت لوحده، والناس شافوه طالع الجبل بس ما فيش اي حد رجع. ومن ساعتها لحد النهارده كل ما حد يروح البيت ده بيقول انه بيشوف شاب لابس نفس هدوم حسن واقف عند الشباك وبيبص في الضلمه. وبعد ما دخلوا البيت يا صديقي كانوا لسه بيحاولوا يستوعبوا شكل المكان. التراب مغطي كل حاجه، والعنكبوت عامل خيوط في كل ركن، والسقف متشقق كانه هيقع فوق دماغهم في اي لحظه. واحمد قال وهو ماسك كشاف صغير: بصوا كده ايه اللي مكتوب على الحيطه. قربوا كلهم ولقوا كلمه مكتوبه باللون الاحمر: ارجعوا. سامح اتنفض وقال: انا قلت لكم البيت ده مش طبيعي، ايه اللي هيخلي حد يكتب كده؟ لكن حسن رد عليه بضحكه عصبيه: يا عم دي خربشه عيال صغيرين بيجوا يلعبوا هنا وخلاص. في اللحظه دي سمعوا صوت حاجه بتتجر وكأن في حاجه بتتسحب على الارض في اوضه قريبه. محمود قال: ايه ده؟ الصوت جاي منين؟ واحمد رد وهو بيشد في ايده: من الاوضه اللي على الشمال، تعال نشوف. المهم بعدها انهم دخلوا الاوضه لقوها مليانه عفش قديم متكسر وسرير حديد رجليه مقلوعه، ولما خلعوا بابه لكن الحاجه اللي جمدت الدم في ورقهم ان السرير كانه بيتحرك لوحده ببطء شديد كأن في حد قاعد فوقه. سامح هنا صرخ وقال: انا مش قادر، انا لازم اخرج. وحاول يجري ناحيه الباب بس الباب اتقفل في وشه فجاه. الكل اتجمد مكانه والدنيا سكتت تاني. وحسن قال وهو بيحاول يبين ان هو متماسك: اسكتوا، محدش يتحرك، يمكن طيارات هوا ولا اي حاجه تانيه. وبعد لحظات من الصمت سمعوا اصوات خطوات تاني، بس المره دي جايه من الدور التاني فوق دماغهم. احمد قال بخوف: مش معقول اللي بيحصل ده، في حد فعلا موجود هنا. وحسن بقى في الوقت ده قرر ان هو يثبت شجاعته وقال: انا طالع اشوف مين اللي فوق، اللي خايف يقعد
هنا. محمود قال بسرعه لا يا ابني ازاي هتروح لوحدك، هنطلع كلنا مع بعض. وطلعوا فعلا السلم، وكل درجه يطلعوا عليها كانهم بيحسوا ان البيت كله بيتهز. وفجاه لقوا على الحيطه خط مرسوم بالطباشير الابيض، خط طويل بيبدا من اول السلم وبيوصل لباب اول اوضه فوق، وكانه عاوز يوجههم لهناك. المهم بعدها انهم وصلوا والباب كان مفتوح نص فتحه وبيتارجح يمين وشمال من غير ما حد يلمسه. حسن دفع الباب بقوه والاوضه جوه مليانه صور قديمه زي ما حكينا، لكن المره دي لاحظوا حاجه غريبه، كل الصور وشوشها ممسوحه الا صوره لواحده ست واقفه لابسه فستان اسود وعينيها غامقه وظهرها مقوس. في الوقت ده احمد همس هي دي اللي بيقولوا عليها مرات الاقطاعي اللي اتقتلت هنا. محمود رد بخوف بيقول روحها محبوسه في البيت ومستنيه اي حد يجي علشان تطلع غضبها فيه. وفجاه الصوره وقعت تاني من على الحيطه، بس المره دي لما وقعت اتكسرت الازازه اللي عليها وطلع من جواها ريحه دخان كانها حاجه محروقه، حاجه مش طبيعيه. وفي نفس اللحظه النور بتاع الكشافات بقى يضعف واحد ورا التاني، وسامح وقع على الارض وفضل يصرخ وبقى يقول في حد ماسكني مش شايفينه، في حاجه ماسكه رجليه. كلهم حاولوا يشدوه بس جسمه كان بيتسحب جوه الاوضه بالعافيه كأن في قوه خفيه بتجره، وفضل يصرخ لحد ما فجاه اتساب وقام مرعوب وعينيه حمرا كأنه عيط جامد. ساعتها بس يا صديقي فهموا ان البيت مش مجرد خرافه، وكل واحد فيهم بقى متاكد ان في قوه فعلا جوه المكان ده. لكن حسن لسه بيقول بعناده مهما حصل مش هنرجع قبل ما نعرف الحقيقه. وفجاه بقى الباب اللي وراهم اتقفل والاوضه غرقت في صمت تام، والصوت الغريب اللي كانوا سامعينه في الاوضه رجع من تاني، والمره دي صوت ست بتضحك. والاوضه كانت مقفوله عليهم والضحكه النسائيه لسه شغاله، ضحكه غريبه مش زي اي حد بيضحك عادي، ضحك بارد يخليك تحس ان في حد بيستهزأ بيك. سامع قاعد على الارض وهو ماسك راسه بيقول انا مش قادر، الصوت جوه دماغي مش في ودني. محمود قال له خوف يعني ايه جوه دماغك؟ احنا كلنا سامعينه برضه. لكن احمد لاحظ ان صوت الضحكه بيتحرك مره يجي من ناحيه الدولاب ومره من ناحيه السرير ومره من فوق السقف، وفي حاجات عماله بتتحرك. فجاه الدولاب اللي في اخر الاوضه بدا يتهز وحده وكأن حد بيخبط جواه من الداخل. حسن في الوقت ده مسك الكشاف وقال ايه اللي جوه ده؟ لو فار ولا كلب صغير هنخلص منه ونفك نفسنا. وقرب من الدولاب ولما مد ايده عشان يفتح الباب فجاه فتح بقوه وطلع منه هواء بارد كانه طالع من قبر، والدولاب حرفيا كان فاضي ما فيهوش اي حاجه، لكن على ظهر بابه من جوه كانوا شايفين نفس الكلمه اللي شافوها تحت وهي ارجعوا، بس المره دي مكتوبه بدم سايل ولسه طري. في نفس الوقت يا صديقي احمد بص رجله فجاه وقال بخضه يا جدعان ايه ده؟ والكل بص لقى ان في نقط دم بتنزل على الارض بس ما فيش حد فيهم مجروح. النقط دي كانت بتترسم لوحدها على الارض لحد ما كونت جمله هو مش هيمشي. سامح في الوقت ده اتجنن وقال مين اللي مش هيمشي؟ تقصدوا مين؟ لكن محدش رد والجمله وقفت لحد كده. المهم في الوقت ده قرروا ان هم يخرجوا من الاوضه، ولما فتحوا الباب بالعافيه نزلوا بسرعه على السلم، لكن وهم نازلين اكتشفوا ان السلم مش زي ما طلعوا، شكله اتغير، درجاته متكسره واطرافه عماله تتساقط. محمود في الوقت ده قال ازاي ده واحنا طالعين كان سليم. المهم في الوقت ده انهم نزلوا بحذر، لكن في نص الطريق سمعوا نفس الضحكه تاني، المره دي قريبه جدا وكانت صاحبتها واقفه وراهم على طول. ولما بصوا وراهم لقوا الست لابسه فستان اسود نفس اللي في الصوره واقفه فوق السلم وبص اليوم، والست ما كانش ليها اي ملامح واضحه غير عينيها واللي كانت سودة تماما، مجرد سواد بيشع كانه حفره. حسن حاول يبين انه شجاع وقال لها انت عايزه مين وعاوزه مننا ايه؟ الست ما اتكلمتش بس ابتسمت ابتسامه بارده، وفي لحظه واحده نزلت خطوه على السلم من غير ما تحرك رجليها كانها بتنزلق. سامح في الوقت ده وقع على الارض من الرعب وهو بيصرخ دي مش بشر، والله مش بشر. المهم ان وقتها جروا بسرعه لحد ما وصلوا اوضه تانيه في الدور الارضي ودخلوا جواها وقفلوا الباب، والاوضه كانت كلها مرايات مكسوره كانها اتكسرت من سنين. والغريب ان كل واحد فيهم وهو باصص في المرايه شاف نفسه بس مش بنفس شكله الطبيعي. محمود شاف نفسه وهو كبير في السن ووشه باين عليه علامات عذاب، واحمد شاف نفسه غرقان في دم، وسامح شاف نفسه مربوط بسلاسل. اما حسن فشاف نفسه واقف في نفس الاوضه بس وراه الست اللي في الفستان الاسود ومدياله ايدها كانها بتسحبه. حسن اتراجع خطوه لورا وقال هي ورايا مش كده؟ اصحابه كلهم بصوا بسرعه لكن مفيش اي حاجه وراه. الضحكه سكتت فجاه والدنيا سكتت تماما، وكل اللي باين في المرايات انهم واقفين متجمعين، لكن صوره حسن مختلفه. في المرايه باين انه واقف بعيد عنهم في زاويه الاوضه ووشه مش باين، ولما لفوا يبصوا لمكان الزاويه ما كانش فيه حسن. وبعد ما بصوا في المرايات وما لقوش حسن الدنيا بردت فجاه كانهم دخلوا فريزر، واحمد بدا ينده يا حسن انت فين؟ بطل هزار وتعالى. لكن صوته بيرجع له كصدى وكأن البيت نفسه بيرد عليه. سامح قال وهو مرعوب انا مش قادر، البيت ده بيبلعنا واحد واحد، لدرجه ان حسن اختفى
اختفى خلاص. محمود شد وقال لازم نلاقيه قبل ما نخرج، ما ينفعش نسيبه. المهم وقتها فعلا فضلوا يدوروا عليه لحد ما لقوا باب صغير تحت السلم زي باب قبوه، والباب كان عليها اقفال مصديه، لكن الغريب انها اتفتحت لوحدها. نزلوا بدرجات خشب بتصرخ تحت رجليهم لحد ما وصلوا القبو مظلم تماما. في نص القبو كان حسن واقف ساكت وظهره ليهم ومش بيتحرك. احمد جري ناحيته وقال حسن انت بخير؟ لكن لما مسكوا من كتفه ولفه اكتشف ان وش حسن مش هو حسن، كان وش اسود غامق وملامحه مش واضحه وعينيه سودا زي الفحم. وفجاه الكيان اللي واخد شكل حسن فتح بقه وطلع صوت الست اللي كانوا بيسمعوه طول الليل. انا قلت لكم ارجعوا، هو دلوقتي بتاعي. الارض بدات تتهز والجدران اتشقت وكل الصور اللي في البيت وقعت في نفس اللحظه. ومحمود جر احمد وقال لازم نخرج قبل البيت ما يتهد فوق دماغنا. وجريوا فعلا ناحيه باب القبو، لكن لسه سامعين ضحكه الست ومعاها صوت حسن الحقيقي اللي كان بيصرخ الحقوني ما تسيبونيش. سامح وقف مكانه وقال لو رجعنا هنموت كلنا، لازم نسيبه. لكن احمد رفض وقال مستحيل مش هسيبه حتى لو هموت معاه. وفي اخر لحظه صديقي الباب اللي فوق القبو اتفتح لوحده. محمود مسك سامح وجري بيه ناحيه الباب، واحمد فضل ماسك في حسن وبيحاول يسحبه، لكن الكيان الاسود سحب حسن لتحت الارض واحمد وقع معاه والارض اتقفلت عليهم. ومحمود وسامح طلع يجروا لحد ما خرجوا من البيت والهواء البارد اتقطع مره واحده كانه ولا اي حاجه حصلت. ولما بصوا وراهم البيت كان واقف هادي وساكن كانه عمره ما اتفتح ولا حد دخل فيه. ومن اليوم ده محدش شاف حسن ولا احمد تاني. وسامح اتجنن وكل ما ينام يحلم بالست دي وهي بتضحك في وشه. ومحمود حاول ينسى، لكنه في يوم من الايام وهو ماشي من جنب العزبه بص للبيت وشاف من الشباك نفس المشهد، حسن واقف في الضلمه بعينيه السوداء وبيلمح ليه بايده كانه بيقول له دور عليا انا لسه هنا. وفي النهايه بقى يا صديقي، هل حسن اتحبس في البيت فعلا؟ وهل احمد مات ولا اتحول؟ وهل البيت ده مجرد لعنه ولا بوابه للعالم السفلي؟ ودي بقى يا صديقي كانت نهايه قصتنا النهارده، بس القصص بتاعتنا لسه ما انتهتش. ولو وصلت معايا لحد دلوقتي بتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفك على خير في فيديو جديد وقصه جديده. سلام.